والله ما زلت أذكر من باب التخفيف لمنهجية المحاضرة، أول مؤتمر أحضره في أمريكا في مدينة تسمى إنديانابلس، مؤتمر لأهل العلم لأهل الفضل، وأول غداء يجتمع عليه العلماء المشاركون في المؤتمر في قاعة الفندق الأمريكي الضخم. وإذ بي أرى الذين يقفون حولنا حول المائدة التي يجلس عليها المشايخ والعلماء ليضعوا الطعام فتيات حسناوات. قلت يا دي المصيبة، جينا نعلم الناس دينهم هنرجع بغير دين. والله فتنة، هتتفزلك وتقول بقى ده انا راجل تقي وراجل، ده فتنة. سيدنا النبي قال ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء، كلام نبوي. وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فجيت على الإخوة المنظمين للمؤتمر، يا إخوانا إيه ده؟ إيه ده؟ قالوا ده نظام الفندق. قلت لهم إيه نظام الفندق؟ وده قرآن؟ بنات دي تدخل مش انتم مأجرين بالدولار؟ الناس دي بتعبد الدولار، خلوهم يطلعوا رجالة. قلت لهم والله ما ينفع. فدخل الأخ كلم بالفعل طلعوا لنا طقم تاني رجالة فورا على نفس الغداء. قلت كده ناكل. جاءت الأخرى عمال أبص لقيت الشوك نازلة ترن والسكاكين والمشايخ ماسكة الشوك والسكاكين، وشكلها يعني بصراحة وحش قوي. لا وعاوزان طبعا يخالف الاتيكيت، فمسك الشوكة بيده الشمال السكينة باليمين وهياكل بقى كده. طب وينفع ويفضل يعمل؟ فطبعا يعني ما صحش يعني أذكر مشايخنا وعلمائنا. فقلت والله يا اخواننا مشايخنا سامحونا، انا راجل فلاح ما بعرفش اكل بالشوكة والسكينة، اكل بايدي. قال الله ينصر دينك، منتظرين بس حد يفتح الباب.